الراجل ده متابعينه زادوا بالملايين في اقل من 24 ساعه، والسبب مش اللي انتم متخيلينه. عارفين ده يبقى مين؟ ده فوزينيا، حارس منتخب كاب فيردي صاحب ال40 عام، في اول ماتش ليه في حياته في كاس العالم، واول ماتش لمنتخبه اصلا ولبلده في كاس العالم في تاريخها. وعمل ايه؟ وقف قدام اسبانيا بطلة اوروبا وبطلة العالم في 2010، ومنع 7 هجمات منهم ان هم يقربوا من المرمى بتاعه، ومنعهم ان هم يسددوا اي جون، وخرج من الماتش بكلين شيت كامل. يمكن تتخيلوا ان السبب اللي خلى الملايين دي كلها تتابعه في اقل من 24 ساعة هو كم التصديات اللي هو صدها، او علشان خارج بكلين شيت قدام بطلة اوروبا وواحدة من ابطال العالم، ولا يمكن عشان عنده 40 سنة ولسه بيلعب وقادر يقف قدام اسبانيا، او عشان بدأ احترافه وهو عنده 25 سنة، او علشان لغاية دلوقتي بيلعب في دوري الدرجة التانية. بس الحقيقة ولا سبب من دول هو السبب الحقيقي لزيادة متابعينه. الناس تبعته علشان لحظة واحدة بس، لحظة كان صادق جدا فيها مع نفسه، لحظة ما الحكم صفر نهاية الماتش وبدأ في العياط. اصل تخيل بتحقق حلمك اللي استنيته سنينك وعمرك كله، بس من غير الناس اللي انت كان نفسك ان هم يبقوا جنبك وكانوا مصدقين فعلا فيك. جدته وجده اللي ربوه اللي توفوا من كام سنة، وامه اللي كان حلمها ان هي تكون موجودة معاه في مدرجات وبتشجعه، بس ظروفها المادية منعتها من ان هي تحقق الحلم ده. الناس ما اتعلقتش بحارس عادي ولا بقصة بني آدم طبيعي، الناس اتعلقت بقصة حلم. حلم بني آدم بدأه من هو عنده 25 سنة وما وقفش وما بطلوش لحد ما وصل لل40 ومكمل. وبالمناسبة فوزينيا بالبرتغالي يعني الجدة الصغيرة. شايفين الاسم اللي اختاره لنفسه؟ اعملوا منشن لحد انتوا عارفين ان عنده حلم وخايف يسعى وراه لانه مقتنع ان هو كبر على ان هو يحققه، وقولوا له لما الحارس صاحب ال40 سنة اللي بيلعب في دوري درجة تانية، اللي منتخب بلده عمره ما صعد لكأس العالم، اللي تقريبا ملوش ترتيب اصلا في الفيفا، يصعد ويدخل ويقف قدام بطل اوروبا واحد من ابطال العالم ويأدي الاداء ده، يبقى انا وانت كمان نقدر.